قصتنا النهاردة عن دكتور أمراض عصبية مطلوب منه يعمل تقرير عن شخص مجنون مقبوض عليه في جريمة قتل، ذبح مراته وابنه وحرقهم. ورغم تحذير الجن اللي على المتهم للدكتور إنه ما يسمعش حكايته لأنه هيتأذي بعدها، إلا إن الدكتور استهزأ بكلامه وأصر إنه يسمع حكايته. وبعد يسمعه القصة حصلت له أشياء مخيفة. كل اللي حصل للمتهم المسحور والدكتور بسبب عدم الرضا بقضاء الله واللجوء للسحر والدجل. اسمع القصة للآخر علشان تعرف ايه حكاية المجنون المسحور والدكتور. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. القصة بتبدأ من عند الدكتور سليم، دكتور أمراض نفسية وعصبية، عايش في القاهرة، متجوز ومخلف ولد وبنت عاصم ودينا. بيقابل حالات مرضية كتير أكترها متشابهة إلا الحالة اللي هيحكيها دلوقتي. في يوم نزل شغله في المستشفى زي أي يوم، لكن اليوم ده كان مختلف. المستشفى مقلوبة والكل بيجري. لقى عامل البوفيه بيقول له إن مدير المستشفى عايزه ضروري. المدير قال له انت طبعا ما تعرفش المستشفى مقلوبة ليه. السبب ان في حالة متحولة من النيابة، شخص بيدعي الجنون. قال له ايه الجديد يا دكتور؟ المدير قال له الشخص ده قتل مراته وابنه، فعايزك تعملي تقرير عن الحالة دي بأقصى سرعة، بس خليك حذر وانت معاه علشان ده قاتل. قال له تمام يا دكتور. الدكتور سليم مسك تقرير الحالة وبدأ يقرأ فيه. المريض اسمه سعيد، عنده 32 سنة، قتل زوجته البالغ عمرها 25 سنة وابنه البالغ عمره 5 سنين. قام المتهم بقتلهم بطريقة وحشية، قام بذبحهم ثم قام بحرق الجثة. قال المتهم انه قتلهم تحت تأثير السحر. دخل الدكتور سليم على سعيد أوضة العزل، لقى شخص وشه شاحب جدا، تحت عينيه اسود كأنه مش بينام من فترة. الدكتور سليم قال له صباح الخير، ما ردش عليه. قال له انا الدكتور سليم جاي علشان اسمعك. سكت ومش بيجاوب. قال له لازم تحكي لي علشان اعرف اساعدك. رد سعيد وهو بيدمع محدش هيصدقني، الكل بيقول عليا مجنون وانت كمان هتقول عليا مجنون. قال له لا مش هقول عليك مجنون بس اتكلم. الدكتور قال له انت قتلت مراتك وابنك؟ قال له انا ما كنتش في وعي، انا كنت تحت تأثير السحر. بلاش تسمع هتتأذي. ضحك الدكتور ما تخافش مش هتأذي. سعيد قال له بتضحك؟ انت مش عارف اللي فيها، بس على العموم انا هحكي يمكن ارتاح. انا كنت شغال في شركة دعاية واعلان، اتعرفت على واحدة واتخطبنا 6 شهور، كانوا احلى 6 شهور في حياتي. اتجوزنا وكانت حياتنا مستقرة، مفيش حاجة كانت معكرة غير موضوع الخلفة. رحنا لدكاترة كتير بس للأسف مراتي كان عندها مشكلة في الرحم تمنعها من الإنجاب. كنت راضي ومتقبل بس هي لأ، كانت خايفة إن أتجوز عليها. عرضت عليا إننا نتبنى طفل، رفضت. بعد 2 شهور من جوازنا بدأت ألاحظ عليها حاجات غريبة. بدأت تقف قدام المراية كتير، تدخل الحمام وتقعد جوه بالساعات، واسألها تقولي مفيش حاجة أنا كويسة. لحد ما في يوم كنا نايمين صحيت في نص الليل على صوت مراتي بتقول كلام غريب، هو بصراحة مش كلام، كان أشبه بالوشوشة. بصيت عليها لقيتها نايمة لكن شفايفها بتتحرك وكأنها بتقول حاجة وهي نايمة. وفجأة صرخت. قلت لها مالك يا حبيبتي؟ قالت لي كابوس، شفت شخص طويل جدا ومتفحم بيقرب مني، شكله خوف قوي. تاني يوم لقيتها قاعدة على الأكل ومش بتاكل. قلت لها مش بتاكلي ليه؟ بصيت لي بصة غريبة وقالت لي أبدا هاكل اهو. رحت الشغل، اتصلت عليها مش بترد. قلقت واستأذنت من الشغل ورجعت البيت ما لقيتهاش. اتصلت بأمها قالت لي ما تعرفش عني حاجة وما جاتش عندها. انتظرت كتير لحد المغرب، لقيت باب الشقة بيتفتح ودخلت نورهان، هدومها كان عليها تراب كتير. سألتها كنت فين؟ قالت لي كنت بزور بابا الله يرحمه. جيت اقرب منها لقيت ريحتها وحشة قوي
لا تطاق، ريحة مقابر. قلت لها ايه الريحة دي؟ وهدومك ليه مليانة تراب كده؟ لقيتها بتزعق، ودي أول مرة كانت صوتها يعلى عليا. قالت لي هو تحقيق ولا ايه؟ قلت لك كنت عند بابا بزوره وبقرا له الفاتحة. سبتها ودخلت الحمام، وخرجت لقيتها واقفة قدام المراية بتسرح شعرها. رحت وقفت وراها وقلت لها حقك عليا، وطيت علشان ابوس راسها. بصيت على المراية، صرخت واتقلبت على ظهري، لان اللي كان في المراية دي ما كانش مراتي، كانت شيطانة. قلت لها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انت ايه يا ست انت مين؟ وبصيت لي وقالت لي انا مين ازاي وانت واقع على الارض ليه كده؟ بصيت، كانت مراتي عادي مفيش حاجة. قمت وانا مش مصدق اللي شفته، وقلت لها انا رايح انام. نمت وحلمت اني واقف في مكان كله ضلمة، مش شايف ايدي من الضلمة حتى. وسمعت بحق من رفض السجود، بحق من ادعى الخلود، وحق الالف والنون، ائتونا مسرعين اجلين ونفذوا ما امركم به الاسياد، مارك مارك، طاق طاق، زام زام. صرخات ضربت المكان كله. فقت لقيت مراتي واقفة فوق راسي وتقول لي اتجوزتني ليه؟ انت مش جوزي. صرخت ولقيت مراتي بتصحيني بتقول لي مالك في ايه فوق؟ قمت وانا باخد نفسي بالعافية. سكت سعيد وهو بيحكي، وتحولت نظرة الانكسار لنظرة خبيثة، وابتسم وقال ابعد احسن لك يا دكتور سليم عن الموضوع ده، انا مش عايز اذيك. الدكتور قال له مالك يا سعيد؟ ضحك وقال له انا مش سعيد، وبقول لك ابعد عن الموضوع ده، انت مش قدي. قال له ولو ما بعدتش هتعمل ايه؟ قال له هعمل كتير، احسن لك ابعد. رجعت ملامح الانكسار تاني على وش سعيد، وحط ايده على ودانه وهو بيقول مش راضي يسكت. وفجأة قام وبدأ يكسر في الأوضة كلها. دخلوا عليه ممرضين وادوله حقنة علشان يهدى. روح الدكتور البيت واتغدى هو ومراته ودخل ينام. فاق على صوت خبط في الصالة، خرج لقى مراته بتخبط راسها في الحيط وبيطلع منها صوت يخوف. قرب منها بحذر وقال لها انت بتعملي ايه؟ اتلفتت، ملامحها كانت واحدة عجوزة، وقالت له انا حذرتك وقلت لك ابعد، بس واضح انك مش هتقدر. قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت لي اخرس. فضل يكرر ويقول قرآن لحد ما مراته وقعت على الارض. اول ما فوقها وقالت له انا عاوز ادخل الحمام، وفعلا دخلت. رجع الأوضة علشان يجيب التليفون، لقى مراته نايمة على السرير وفي واحدة المفروض إنها مراته في الحمام. رجع للحمام بسرعة لقاها فاضي. تاني يوم راح المستشفى، وأول ما وصل دخل على سعيد الأوضة. سعيد قال له أنا قلت لك يا دكتور بلاش أحكي لك هتتأذي. قال له أنا شفت ليلة امبارح من أسوأ الليالي اللي مرت عليا في حياتي. سعيد قال له يعني انت مصدقني انا مش مجنون صح؟ قال له لا انت مش مجنون يا سعيد، بس انا عاوز اعرف باقي الحكاية. لقاه بص له باستغراب وقال له بعد اللي حصل معاك لسه مصمم تعرف الحكاية؟ انا لو مكانك ما اعملش كده واخاف اسمع اكتر. قال له بالعكس انا دلوقتي عندي فضول اكتر من الاول اني اسمع. قال له احنا وصلنا لحد ما فقت من الكابوس. مراتي قالت لي روح لدكتور، ده ضغط نفسي بسبب الشغل. قمت من على السرير ودخلت الحمام، لقيت في الحوض خصلة شعر مقصوصة. خرجت وسألت مراتي، قالت لي معرفش عنها حاجة. أخدتها معايا وما تسألنيش عن السبب. رحت الشغل ما كنتش عارف اشتغل، استأذنت وروحت. لقيت مراتي قاعدة على البيانو، كان لحن حزين جدا وكئيب. قلت لها ليه الحزن ده يا حبيبتي؟ قالت لي ده لحن الموت. قلت لها طيب انا عاوز لحن يكون رومانسي. اختارت لحن وبدأت اسمعه، وشوية
رجعت تاني لنفس اللحن، لحن الموت. اتغدينا ودخلت انام شوية. صحيت على صوت سعيد سعيد، صوت مبحوح بطريقة بشعة. لقيت مراتي واقفة في وشي ومبرقة، شكلها كان يخوف، شعرها منكوش. لقيتها بتقول لي لو قربت لها تاني هموتك، سامع؟ هموتك. نورهان دي مراتي انا، ملكي انا. قلت لها اعوذ بالله، مالك في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟ لقيتها اغمى عليها ووقعت على الارض، وبدأت افوق فيها واتصلت بدكتور علشان يكشف عليها. وبالفعل جه الدكتور قال لي مبروك المدام حامل. ما بقيتش مصدق. رحت للدكتور اللي قال لي ان مراتك مستحيل تخلف. قال لي علميا مراتك مستحيل تخلف، بس مفيش حاجة بعيدة عن ربنا. مشيت من عند الدكتور وروحت البيت. لقيت حماتي موجودة وكانت متضايقة جدا. المفروض انها تكون سعيدة علشان بنتها حامل. كانت بصة لبنتها نظرات حسرة. ما كنتش فاهم حاجة، وقالت لها خلي بالك من نفسك ومن جوزك. وهي ماشية بصت لي وقالت لي ربنا يعينك يا ابني. قلت لمراتي هي ماما مالها؟ ما جاوبتش وسكتت. بعد يومين واحد جه يزورنا، يعتبر هو اللي مربيني، اسمه عم أيوب، إمام جامع جنب بيت العيلة. فتحت للراجل الباب. أول ما دخل خد نفس عميق وقال لي شقتك مش مريحة، فيها حاجة غلط. قلت له حاجة غلط ازاي يا شيخنا؟ قال لي مش عارف، بس أنا مش مرتاح. خرجت مراتي وأول ما شافته برقت وقالت له اطلع بره، هموتكم كلكم. الشيخ قال له ولا تقدر تعمل حاجة، انت ضعيف، اخرج بأمر الله وبحق اسم الله. صرخت مراتي وقالت هموتها هموتها. الشيخ قرأ آية الكرسي وفضل يستعيذ بالله ويقرأ أكتر من القرآن. مراتي فضلت تصرخ وتتلوى قدامي. أنا كنت مساهم ومش عارف أعمل حاجة ولا أنطق بكلمة. مراتي فقدت الوعي ونزل من بقها رغوة بيضة. بصيت للشيخ وقلت له في ايه يا شيخنا؟ قال لي مراتك كان عليها جن عاشق والحمد لله قدرنا نخرجه، بس لازم مراتك تواظب على الصلاة والأذكار. مراتي فاقت وما كانتش فاكرة حاجة خالص من اللي حصل. فات 8 شهور وفاضل على الولادة شهر وكنت فرحان. صحيت من النوم على صوت موبايلي، كانت رسالة واتساب، كانت من حماتي. فتحتها وبدأت أقرأ. أنا اترددت كتير يا ابني قبل ما أكلمك، لكن خلاص فاضل على الولادة شهر. لازم تعرف الحقيقة، اللي في بطن نورهان ده مش ابنك، ده ابن جن والعياذ بالله. بنتي راحت لدجال علشان تخلف وعمل لها عمل. الحق مراتك قبل ما تضيع منك. ما بقيتش عارف اعمل ايه. افتكرت الشيخ ايوب، اتصلت بيه مرة واتنين مش بيرد. نزلت ورحت له البيت. كانت المفاجأة البيت مقفول ومتشمع بالشمع الأحمر. ولما سألت واحد قال لي الشيخ أيوب مات من 7 شهور. دخلنا عليه لقيناه مقتول، مذبوح من رقبته، الله يرحمه وينتقم من اللي عملها. طلعت على بيت حماتي، باب الشقة كان موارب. دخلت لقيت حماتي وقع على الأرض بتاخد نفسها بالعافية، عاوزة تتكلم ومش قادرة، وفجأة ماتت. كنت زي التايه مش عارف أعمل إيه. معقول تكون مراتي هي اللي عملت كده؟ تكون قتلت أمها؟ اتصلت بالشرطة والإسعاف، وطبعا ما رضيتش أوريهم المحادثة. خفت على مراتي اللي لحد دلوقتي مش عارف هي عملت إيه في أمها. الضابط سألني كنت بتعمل إيه هنا؟ قلت له مفيش، كنت قريب من البيت قلت أزورها. الضابط شك فيا وقال لي لازم أخدك معايا علشان نعمل تحقيق رسمي. أما حماتي نقلوها المشرحة وأنا رحت معاها. لقيت مراتي جاية المستشفى وبتبكي قوي. كنت عاوز انفجر فيها واقول لها ما انت السبب، لكني سكت واخدتها في حضني. الضابط اخدني علشان يحقق معايا، والفت حوار وجبت كلمة من هنا وكلمة من هنا لحد ما سابوني ومشيت. والجثة تم تشريحها، وسبب الوفاة أزمة قلبية. أيام صعبة عدت على مراتي، حابسة نفسها في أوضتها وبتعيط، وأنا خايف، بس مش عليها، خايف من يوم الولادة. وفعلا جه يوم الولادة، أخدتها للمستشفى وكان أهلي كلهم موجودين. الكل لاحظ إني متوتر وخايف. طبعا هما مش عارفين حاجة. خلفت ولد زي القمر، مش ابن جن يعني ولا حاجة. سميته عمر
وعدت الأيام لحد ما خرجت من المستشفى. روحنا البيت وكنت تعبان، دخلت نمت وحلمت حلم غريب. حلمت إني في مكان أشبه بقصر، وقدامي كرسي عامل زي كرسي الملوك، وقاعد عليه شخص أسود عادي شكله بني آدم، وقال: بحق العهد واللحم والعظم والدم، بحق الملك الرابع والعهد الرابع، نبارك بملك جديد بإرث جديد بعهد جديد. قمت من النوم لقيت مراتي واقفة بابني شايلاه قدام المراية وبتكلم حد ومبتسمة. اتحركت بحذر ومن غير ما تاخد بالها ولعت النور. صرخت، لقيت حاجة كانت ظاهرة في المراية وفجأة اختفت. وسعيد بيتكلم. تليفون سليم رن. الحقني يا بابا، ماما بتموت. كان صوت بنته. خرج بسرعة من عند سعيد وراح البيت ودخل الشقة، لقى مراته مقطعة شرايينها. أخدها وجري بيها على المستشفى. الدكاترة قالوا له في أمل كبير تعيش. رجع المستشفى ومسك سعيد وقال له: كمل الحكاية، عايز أعرف إيه اللي حصل. سعيد قال له: اللي حصل بعدها إني دخلت الحمام وبغسل وشي، النور بتاع الحمام بدأ يترعش بعنف، وحسيت بحاجة بتضربني على دماغي وفقدت الوعي. لما فقت لقيت نفسي واقع على الأرض. خرجت من البيت كله وأنا مقرر إني هروح أجيب معالج يحل المشكلة دي. رحت الشيخ اسمه مصطفى، حكيت له وكان بيهز دماغه وشوية يبرق، وقال لي: ده ممكن يكون مش ابنك لو على حسب كلامك. عموما أنا هاجي بكرة وهنشوف حل. وأنا في الطريق راجع البيت بدأ صوت يخترق عقلي ويقول لي: اقتل مراتك وابنك. الصوت كان عالي جدا وقلب صريخ: اقتلهم اقتلهم. وصلت البيت ومعرفش ايه اللي حصل بعدها وبدأت أعيط. فقت على الشرطة وهي ماسكاني وأنا بقول لهم: طيب أنا عملت ايه؟ حكيت لهم على كل حاجة، اتقال عليا مجنون. سليم خرج من عند سعيد وراح لمدير المستشفى وقال له: سعيد مش مجنون، سعيد ملبوس. المدير قال له: ايه التخاريف ده يا دكتور؟ هو انا جايب شيخ ولا دكتور يشوف الحالة ويكتب تقرير؟ قال له: ارجوك يا دكتور، انا مراتي بين الحياة والموت دلوقتي بسبب اللعنة دي. المدير قال له: انت عايز ايه دلوقتي؟ قال له: عايز اجيب شيخ. المدير رفض. سليم قال له: ابوس ايديك يا دكتور. وبعد الحاح المدير وافق، ونزل سليم وجاب واحد من احسن الشيوخ من منطقة سيدنا الحسين وحكى له على كل حاجة. وبالفعل جه معاه الشيخ ودخل على سعيد وبدأ يقرأ عليه آيات كتير من سورة البقرة وآية الكرسي وأدعية كتير. وبعدها بص له الشيخ وقال له: مفيش فايدة يا دكتور، هيموت. بص على سعيد اللي بدأ يرجع مش أكل، لأ، حاجات سودة لازجة، وبقى جثة هامدة على الأرض. مات سعيد وهو ضحية سحر ملهوش ذنب فيه علشان يعيش في العذاب ده وفي الآخر يموت بالطريقة دي. رجع الدكتور المستشفى، قالوا له المدام فاقت الحمد لله، وكانت دي أصعب حالة واجهها في حياته. نصيحة: مهما كان اللي بتتعرض له ده مقدر ومكتوب، ارضى بقضاء الله، لأن كل حاجة ربنا كاتبها لينا خير.